على حمل اللقب المنتخب الإيفواري بهدف دون رد لحساب المجموعة الثالثة. أدوات الفرح بالتأهل جاهزة والتفاؤل لغة تشجيع عند الكل. الخيارات متعددة بين تعادل أو فوز لوضع القدم الثانية للعرب في الدور ربع النهائي. رونار العارف بشؤون الأفيال يقود الأسود، فمصيرها بين أقدامها، ومصير تسديدة فيصل فجر كان حديد العارضة. الحارس قبوهو لم يسمع إلا صوت الارتطام. حاول الإيفواريون نقل مكمن الخطر إلى المناطق المغربية. وصلت الكرة إلى ويلفريد زاها الذي أخفق أمام يقظة الحارس منير محمدي، ليغادر بعدها عزيز بوحدوز مصابا وعوض برشيد عليوي. وصل الإيفواريون هجماتهم على صمتها، وكاد كالو يفتتح التسجيل ورأسيته ردها القائم. الضربات الثابتة كانت أخطر أسلحة المغاربة. بوصوفة ينفذ، قبوه يشتت، المدافع بن عطية لم يملك حنكة المهاجمين، كرته أعلت العارضة. في الجهة المقابلة كان محمدي سدا واقفا أمام كل ثغرة تسرب إيفوارية. محمدي خطف الأنظار ببسالته. في لحظة إثبات الحضور على أرضية الميدان كان رشيد عليوي يبحث عن توقيع البديل الناجح. لم يجد أفضل من قلمه بل قدمه لرفع الكرة بل المغرب نحو منصة التأهل عند الدقيقة 64. إنه الابتسام المزدوج. توسعت الفرحة المغربية لكن دون تسجيل. التصدي في مثل هذا التوقيت من محمدي يعادل اهتزاز شباك المنافس. شباك كادت تعاود التحرك من حمزة منديل، وخبرة الحسم خانته كمجانبة كرته للمرمى. المباراة انتهت. الأفيال الإيفوارية على كبر حجمها غادرت من أضيق باب، والأسود المغربية كرست تأهلها بافتراس هادئ. ورونار ثعلب التدريب